هلا وهلا. وبما ان اليوم الجو بارد ومطر جبت لكم وصفة شوربة الكبة اللي اغلب الشعب العراقي متفق على حبها. هنا عندي جريش 900 غرام، ضفت له فلفل اسود وكمون وكاري وملح ونخلطهم ونضيف المي بالتدريج الى ان يتجانس الجريش واسوي خفيف شوية واتركه ربع ساعة. هنا نجي نسوي الحشوة. ضفت اللحم وضفت البصل وخليته على نار هادئة يذبل ويذب المي مالته. هنا ضفت الزيت والبهارات كاري كمون فلفل اسود ملح وبابريكا. هنا رجعنا للعجينة بعد ربع ساعة. شوفوا شلون متماسكة وقوية. هسه نجي نعجنها عجنة زينة ومهم نتركها. للشوربة ضف الزيت، بصل وثوم ضروري ينطي نكهة كلش طيبة. حمستهم وضفت 3 ملاعق معجون وفلفل أسود و7 بهارات. وهنا ضفت كوبين للشعرية وملح ولا شوية لمندوزي. هنا أنا شكلت الكبة بهذا الشكل وانتي شكلوها حسب رغبتكم. هنا ضفتها للشوربة صارت عندي بهذا الشكل وبهذا القوام. جربوها وانطوني رأيكم بالتعليقات. ألف عافية.